عليا بزاف عمرت عليا بزاف ونسات ولفت معايا ولفت معايا معمر عليا في الدار معمر عليا في الدار. ما كاين واحد الحس في الدار، شي حد مونساك مسكينه عز عليا تنوض تسخر ليا طيب ليا تصاوب ليا. والله هادشي جاتني قاصحه مع دابا مع الحماله ومع هادشي. راك ما عارفين النفسيه كتكون تحت الزيرو، كتكون على سبه دموعك على سبه. والله ما سخيت بها، ولكن ماشي مشكل. الظروف تاع بابا ما كتسمحش، وبابا اولى ليا من اي حاجه. بابا اولى ليا راك ما عارفين. هو مريض محتاج لي اكثر نفسيا وحده حتى يلا عطا صحيحته. الله يعطيك ماما صحيحتك باش تكوني معنا كاملين، حيت حنا اللي خصنا نكونوا معاك دعوه، ولكن انت هزانا كاملين، لا بابا لا انا لا خوتي. اللي يخطيك علينا والله، اللي يخطيك علينا والله يخليك لك صحيحتك يا ربي ويطول في عمرك. دعيو مع عافاكم ودعيو مع بابا والله يشافي الجميع. والله عرفتي والله ما سقيت بعتي الدار دابا. عرفتي البارح فاش قبل ما تمشي نضنا كنجمعوا كوزينه خملات لي مسكينه وجدات لي شحال من حاجه قدات لي في الدار، حيدت علي داكشي قطع رمضان. قلت لها اجي نعاونك، قالت لي عايزي تجلسي، قلت لها غير خليني نقضي الشغل معاك حتى عارفه. قلت لها هاد اليومين الا مشيتي راه غيجيني واحد الاكتئاب اللي ما غنغزش فيه الراس كاع من الفراش لا والو، غتدخل عليا ما غنوض ندير حتى شي حاجه. غير خليني والله، حيت عارفه راكم عارفين ملي كتولفوا شي حد خصوصا ماك ولا باك ولا شي حد في عائلتك ولا والديك كيمشيو عليك شي حاجه ودار على البعد اللي دارها غير بحاجه واش تكون بعيد. هذه اصعب حاجه في الزواج هي ملي كتبعدي على والديك. سمعوا غيت حتى هما صاغيش راه كيحسوا سبحان الله الملائكه. هذه هي اصعب حاجه، هو من كتزوجي كتبعدي عليهم، وسورتو في المناسبات كتبغيهم يكونوا وحدك، يجيو يفطروا معاك في رمضان، تمشي تفطري معاهم، داك الاجواء اللمه. دابا حتى الا بغيتي تمشي كيخصك نهار في التران وترجعي. غنشوف غيت راني معاكم. اختي راه غيت بدا كيبرزكم في الفيديوهات كيقول لكم راني حاضر معاكم. ما اختي مشيت شويه نعست مع فيه النعاس، غير دكنت عليه شويه ويناس. قلت لكم عادي سنه الحياه تاع اي بنت. حنا كيقول لك البنات زريعه مفرقه، زريعه البلاد، زريعه البنات زريعه البلاد، تيقول لك زريعه مفرقه ولا. وبنت سبحان الله فين كتب لها الله الزواج، وفين كتب لها تمشي، وفين كتب لها تولاد. كاين اللي بقات حدا والديها، كاين اللي بعدات بكيلومترات، كاين اللي بعدات ببلدان، كاين اللي بعدات ما عرفتش شنو. هذه الدنيا وهذه سنه الحياه. ما كنبقى حتى حد ما كيبقى مع والديه. حتى التليفون ما عيط لي يديا، قلت لك هذه حل الدنيا، هذه سنه الحياه. تحت ما كيبقى مع والديه، خصوصا البنات ما كيبقاوش حدا والديهم دار كيتزوجوا كيبعدوا. ولكن الله يخلي لنا والدينا والله ينعمنا برضاهم وبصحيحتهم ونشوفوهم ديما بخير ويكونوا ديما معنا في المناسبات وفي الافراح. وهذه اهم حاجه. انا اهم حاجه عندي يا ماما وبابا يكونوا بخير وديما نشوفهم بخير. هذه اهم حاجه بالنسبه ليا، هو نشوف بابا وماما بخير. لحقاش ما كنتخيلش حياتي بلا بيهم، خصوصا من نهار اللي مرض بابا. شي حاجه وسط قلبي، واحد الغصه وسط قلبي. كنخاف عليهم، كنخاف نخسر بابا ولا ماما. انا ما كنتخيلش نخسرهم ولو نهار ولو دقيقه. هذه ما كنتخيلش. كنقول يا ربي دائما الله يسمح لي منها، ما عرفتش غلط ولا لا. كنقول الله ينقص من عمري ويزيد في عمرهم، والله ياخذ من صحتي ويزيد في صحتهم، ويكون اجلي قبل من اجلهم. حيت ما كنت تصورش او خل اعمار بيدي الله، ولكن والله ما كنتصور دقيقه بلا بهم. حيت هما القوه ديالي بالنسبه لي انا، هما القوه ديالي، هما الضعف ديالي والله. متاكده اي واحد كيتفرج فيا، اي وحده كتفرج فيا، راه والديه هما لو بوين فيبل ديالو. يعني الا مرضوا راه كيمرض، الا بكاو راه كيبكى، الا حزنوا كيحزن معاه. راه الدنيا هي هادي. راه كنا حنا جربنا الام وجربنا بحر الام والوالدين، وهذه راه صعيب. واحد الاحساس صعيب بزاف والله. عرفتي دابا والله الا عرفتي حليت الكاميرا كنشار معكم هاد اللحظات ونفس الوقت نتوانس معكم، حيت دخلات عليا ديال بصح. والله الا دخلات عليا عرفتي
فيا باغا غير نبكي 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 نبكي. قلت لماما عافاك ملي تمشي الا كانت اختي ما عندهاش ستاجات ما قاريش ما عندهاش دوزات لي زيكزامان صيفطيها لي عافاك. وبغي نطلبها لميا اختي نقول لها عافاك جات قالت لي والله فاطمه الزهراء غير نسالي الامتحانات والستاج الا ما كانش عندي ستاج عادي نجي وخا عليكم. ديك ساره ومريم تا هما ما سهلاتش تقيلت